السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة عمل الفسيخ بطريقة سهلة جدا وطريقة مضمونة وإن شاء الله هتعجبك. أنا جايبة الكمية دي عبارة عن 3 كيلو. الكيلو عامل 45. بجد جميل جدًا، وكمان اللي عاجبني فيها إن هو توبار مش كنابيت. التوبارة بتعرفوها من إيه، إن هي بتبقى دماغها صغيرة كده، وبتبقى الحباية بتاعها أو حجم السمكة مش كبير أوي زي الكمبوت أو السمك التاني، فبتبقى طعمها حلو أوي في الشوي أو في الفسيخ. وكمان السمكة دي سمينة جميلة جدًا عجبتني كده، فقُلت لازمًا بقى أعملها فسيخ كده وأصورها لكم وتشوفوا الطريقة اللي أنا باعمل بيها الفسيخ. طريقة جميلة جدًا إن شاء الله هتعجبكم. عايزاكم بس تعملوا بيها كده وتجربوا الطريقة اللي أنا باعمل بيها، وإن شاء الله تعتمدوها وتعملوا منها على طول. دول بقى 3 كيلو، الكيلو عامل 45 زي ما قُلت لكم. أنا جبتهم كده غسلتهم كويس مرة و2 بمَيّة دافية كده، وكمان طلّعت بقى أي زفارة في النخشوش أو طين أو كده، يعني نضّفته كويس وكمان سِبته ينشف. وده طبعًا هنا لمّا هاجي دلوقتي وأفسّخه معاكم. حبيت أوريه لكم كده الأول، بس أهم حاجة عشان نضمن إن هو يبقى فسيخ ناجح معانا وكويس، إن إحنا نغسله كويس، أهم حاجة الغسيل يا جماعة. دلوقتي بقى أنا هاملّحه معاكم وأورّيكم الطريقة اللي أنا باملّحه بيها، وكمان طريقة التقفيل. أهم حاجة كمان إن إحنا نقفّله كويس عشان خاطر ما يوصلّهوش أي هوا. دي طبعًا الكمية اللي أنا هاشتغل بيها، دول 3 كيلو. هاورّيكم دلوقتي هنعملهم إزاي. خصوصًا كمان إن إحنا في الشتا دلوقتي، والفسيخ اللي بيتعمل في الشتا ما بيبقاش حلو قد كده، أو مثلًا بيبقى مجلد أو كده. أنا هاقول لكم على الطريقة اللي تخلّي الفسيخ معاكم يبقى سايح وزي الزبدة. دلوقتي معايا بقى الحاجات اللي هاشتغل بيها. معايا كمية حلوة من الملح كده ومعلقة كركم، ودول 3 معالق شطة. الشطة دي حراقة جدًا، أنا باحب أعمله بالشطة الحراقة بتدّي له طعم حلو أوي. دي بقى كمية الملح. هاشيل بقى الفسيخ كده أركنه على جنب عشان أبدأ أوريكم الحاجة اللي هنشتغل بيها. عايزاه بقى يطلع معاكِ سايح كده وزي الزبدة، هاقول لِك تعمليه إزاي عشان يبقى جميل معاكِ. بُصّوا بقى، دي الحاجة اللي أنا هاشتغل بيها، الشطة والملح والكركم. السر بقى هنا عندنا في الكركم ده، أنا باحط معلقة واحدة من الكركم بتخلّي الفسيخ معاكِ تحفة التحفة، بجد بيبقى جميل جدًا. يعني الكركم ده بيدّي له لون وطعم جميل أوي، بس نحط معلقة واحدة وبجد بتخلّيه طعمه حلو أوي. عايزاكم تجربوا الطريقة دي، بتبقى جميلة جدًا. وإن شاء الله الطريقة اللي أنا باعمل بيها الفسيخ ديّة هتخلّيه يطلع ناجح معاكِ، وكمان هيبقى زي الزبدة. هنقلّب كل المكونات على بعض كده، واتفرّجوا بقى وشوفوا الفسيخ أنا باعمله إزاي، بجد بيبقى جميل جدًا. وإن شاء الله الطريقة دي هتعجبكم وهتعملوها على طول. الشطة دي حراقة موت يا جماعة، أنا باحب الشطة الحراقة في الفسيخ، بتخلّي طعمه حلو أوي. فأنا جايباها مولعة الصراحة، أنا قايلة للعطار هات لي أكتر نوع شطة حراق عندك. زي ما أنتم شايفين كده، والله أنا كنت أصلًا باعمل الفسيخ وكانت الريحة طالعة يعني كانت مسيطرة على المكان. وكمان أنا حبيت إن هو يبقى حراق أكتر، لأن أنا أخواتي بيحبوا الفسيخ أصلًا يكون حراق، فأنا مكترة لهم الشطة كمان. هاقلّب كمان الشوية دول على الملح كده، ونبدأ بقى إن إحنا نشتغل. أهم حاجة التقفيل زي ما قُلت لكم. يعني أنا مثلًا دلوقتي أنا جِبت بقى الحاجة اللي أنا هابدأ أشتغل بيها، ومعايا هنا الشنط زي دي كده، بتبقى بيضة ونضيفة كده. أهم حاجة التقفيل، يعني تحطيه مثلًا جوّه شنطة، جوّه شنطة. قدرتِ تحطيه في ييجي 10 شنط في بعض كده، أهم حاجة عشان خاطر ما يوصلّهوش هوا، عشان تضمني إن هو يطلع ناجح معاكِ. أهم حاجة التقفيل على الفسيخ يا جماعة. دلوقتي بقى هنبدأ أوريكم إزاي هاحدّقه وإزاي هاقفّل عليه برضه عشان يبقى ناجح معانا. أول شنطة كده زي ما أنتم شايفين، هاحط بقى شوية ملح. هاحاول بس أقرّب لكم كده عشان تشوفوا كويس. هاحط بقى فيها كده شوية ملح بشطة كده، وبعد كده نبدأ ننزّل الفسيخ عليها. هاخد أول واحدة زي ما أنتم شايفين، أنا طبعًا غاسلاه كويس ومنضفاه. النخاشيش بتاعته زي ما أنتم شايفين نضيفة وجميلة جدًا، ما فيش أي حاجة، لإني غاسلاها مرة و2 بمَيّة دافية كده، وحايشة منها أي زفارة، وغاسلاه كويس ومنشفاه. أهم حاجة برضه إن إحنا ننشفوه من المَيّة قبل ما يتفسخ. تحطيه في أي حاجة كده تخلي الراس بتاعته تحت والديل اللي فوق عشان ينزل أي مَيّة فيه، في مصفى في حاجة وكده. ودلوقتي بقى بافتح النخشوش واحط شطة كده، واحط الفسيخة السمكة في الكيس زي ما انتم شايفين كده، واخد التانية برضو هعمل كل الكمية كده. بفتح النخشوش بتاعها كده، احط فيه شطة وملح، وبرصها جنب البورية اللي جنبها.
برص كله كده في الكيس واحدة جنب واحدة كده، وهعمل كل الكمية بالشكل ده. انا مرضتش بقى في المقطع ده كده ان انا اسرع معاكم الفيديو علشان خاطر تشوفوه بكل تفاصيله انا بعمله ازاي. فانا بقى المقطع ده هيبقى طويل عليكم شويه، بس انا برضو حبيت اوريكم كل التفاصيل علشان لما تيجوا تعملوه يبقى ناجح معاكم وتعرفوا تفاصيله بالظبط، عشان اللي مش عارف يعمله وحب يجربه يشوف الطريقه بالظبط معاكم هنا في الفيديو. انا حطيت 3 بالشكل ده كده، وهحط عليهم بقى الملح وشطه برضو، يعني كل طبقة هعملها احط عليها ملح وشطة يكون عازل بينها وبين الطبقة التانية. وبعدين ال3 دولت حطاهم كلهم يعني مستويين مع بعض راسهم في مكان واحد. اللي انا هعملها دي بقى هخلي دماغها او راسها الناحية التانية عشان خاطر لما اجي اقفل الكيس يبقى متساوي معايا. شايفين كده حطيتها برضو دماغها الناحية التانية كده. كل بقى اللي انا هجيبه هبقى مخليه مثلا 3 دماغهم كده و3 دماغهم كده، بحيث ان انا لما اجي اقفل الكيس يبقى مقفول معايا كويس. في ناس بيعملوه في علب كده ويقفلوا عليه، ما بيبقاش حلو على فكرة. انا جربت الطريقة دي ان انا احط الفسيخ في علبة كده واقفل عليه كده، ما بيطلعش حلو معايا. ما طلعش حلو في المرة دي، ما كانش كويس وما عجبنيش طعمه، لان كمان العلبة ما بتبقاش محكمة قوي وبيخشها هوا. فانت لما تحطيه في اكياس كده وتقفلي عليه بيبقى احسن 1000 مرة من ان انت تحطيه في علبة وتسيبيه كده، ما بيبقاش حلو خالص. كانت الطريقة مش كويسة، فانا لقيت ان انا اما احطه في كذا كيس كده يبقى احسن بكتير، احسن ما تعمليه في العلبة وكده. انا خلاص خلصت تاني طبقة، عملت 3 الناحية دي كده، رشيت عليهم الملح، وهفضل بقى ايه اعمل زي ما انتوا شايفين كده، احط 3 كده و3 كده لحد ما اخلص الكمية كلها. وهرش عليها ملح برضو كده وشطة، بحيث ان هو اما يجي يستوي يشرب من الملح والشطة اللي انا حطاها عليه دي. هعمل كله بقى بالكمية بالطريقة اللي انت شفتها دي، كل الكمية اللي فاضلة معايا. وهوريكم بقى في الاخر هعمل ايه تاني عشان تشوفوا. انا كده خلصت كل البوري اللي كان موجود معايا. فاضل معايا بقى الملح والشطة دولت، هنزلهم عليه كده عشان اقلبهم فيه. ما تقلقوش مش هيبقى حادق معانا ولا حاجة، بس اهم حاجة ان احنا نقلبه كويس. وكل يوم بقى هقول لكم تعملوا فيه ايه عشان يطلع كويس معاكم. هقلب كده الشطة والملح عليه عشان كله يشرب منها، كلها تنزل كده عليه. فاضل معايا بقى اخر حاجة اللي هو الزيت، هحط عليه شوية حلوين كده من الزيت، بيخليه جميل ده بقى اللي بيخليه سايح معايا ويطلع معايا الفسيخ سايح كده وزي الزبدة لما نحط معاه الزيت كده. اهم حاجة يا جماعة وانتوا بتقفلوا طلعوا الهوا. شايفين ما شاء الله جميل جدا، حلو قوي الفسيخ، شكله جميل والله مع انه لسه عاملينه، بس شكله جميل وشكله يفتح النفس. ما بالكم بقى لما يطيب ده ويستوي، هوريهولكوا برضو ان شاء الله هيبقى جميل معانا وهيبقى حلو قوي وهيعجبكم. انا كده خلاص خلصت الفسيخ، بس قبل ما اقفل عليه بقى هزوده كمان شويه ملح، لان انا حاسه ان الملح بتاعه شويه واحنا هنا مش بنحب الفسيخ يبقى عادب. هزوده بس شويه دول كده. هقلب بقى كويس، همسك الكيس كده وابدا ان انا اقلب يمين وشمال بحيث ان الملح كله يوصل للسمك، وكله يعني يبقى ياخد من الملح، ما يبقاش الملح في مكان واحد وجزء يوصل له ملح وجزء لا. فانا هقلب كويس عشان خاطر الملح يبقى على البوري كله. بمسك كده من الكيس بقى واقلب يمين وشمال فالملح ينزل معايا للسمك كله والكل ياخد من الملح ده. اهم حاجه يا جماعه واحنا بنقفل نطلع الهواء من الكيس. انا هقفل كده كويس واطلع منه الهواء، هجيبه كده قدام الكاميرا عشان برضو تشوفوه كويس. لما اجي بقى اقفل الكيس ده اطلع منه اي هواء، ما يخليش فيه هواء خالص في الكيس عشان خاطر ما يغيرش معايا طعم البوري او ان هو يخليه يفسد وما يبقاش طعمه كويس.
هطلع برضو الهوا كده زي ما انتوا شايفين. هجيب برضو انا معايا هنا شنط كتير كنت مجهزاها علشان خاطر ابقى الف فيها البوري. هحطه بقى ايه، كيس خلف كيس، هوريكم ازاي. يعني مثلا ده اللي انا ربطاه لفوق، الكيس التاني اللي انا هدخله فيه هخليه مقفول الناحية التانية بحيث برضو انه ما يدخلهوش اي هوا. هوريكم ازاي. زي ما انتوا شايفين كده انا دخلت الكيس كده، هقلب بقى الكيس ده كده خالص واربطه بالعكس عشان خاطر ما يخشلهوش اي هوا. شايفين بقى الزيت مخلي شكله حلو ازاي، بجد جميل جدا. لما اجي افتحه بقى هوريهولكم وتشوفوا شكله هيبقى عامل ازاي. الشطة مديله لون حلو، وكمان الكركم مخليه لونه جميل. حاجة يعني نظافة وحاجة مضمونة عاملاها في بيتك، مش شكل مثلا الفسيخ اللي بتشتريه من بره. والله انا كان ليا واحدة صاحبتي كانت شارية الفسيخ من بره، ان هي بتفتح النخاشيش بتاعته كده وتنضفه، لقيتها مليانة طين. بتقول انا اتقرفت منه ورميته ومكلتوش. فالحاجة اللي انت بتعمليها في بيتك بتبقى مضمونة، وعارفة انت غسلاها كويس وعارفة انت عاملاها ازاي، بتبقى جميلة جدا. انا قفلت الكيس ده برضو، وهدخل التاني ده وهقلب الكيس عشان خاطر احنا بنقول الهوا طبعا عشان نضمن ان ما يخشلهوش هوا. وقبل ما ندخل اي كيس، قبل ما نقفل اي كيس من دولت، لازم نطلع منه الهوا. هوريكم برضو. هقفله كده، وقبل ما انا اعقد عليه جامد هطلع منه الهوا كده. بصوا بقى، لو عندكم يعني 10 اكياس ممكن تحطوه فيها، اضمن برضه عشان يضمن ان هو يطلع ناجح معاكم وميبقاش فيه اي هوا خالص. وكمان كل ما تقفلي عليه باكياس اكتر كل ما يطلع ناجح معاكي. برضه زي ما دخلت ده، كل ما نعمل كيس نقفلوه العكس زي ما انتوا شايفين كده عشان خاطر الهوا. ونطلع الهوا برضه قبل ما نقفل كده، نطلع الهوا منه. دي بقى الطريقة اللي انا بعمل بيها الفسيخ. يا رب الطريقة دي تكون عجبتكم، واللي مكمل معايا لحد دلوقتي ما ينساش بقى ان هو يحط لي لايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. دي الطريقة اللي انا بعمل بيها الفسيخ. انا عملت معاكم الكام كيس دولت، قفلته في كذا كيس، بس لسه طبعا بعد كده انا حطيته في اكياس تانية كتير لان طبعا ما كانش عندي. بس انا ايه، حطيته في الاكياس دي ولسه هجيب له اكياس تانية عشان ان انا احطه فيها. بس حبيت اوريكم الطريقة والفكرة يعني عشان خاطر لما تيجوا تعملوا فسيخ تعملوه بالطريقة اللي انا عملتها دي، والتقفيل يكون برضو بنفس الطريقة. وتقفلوه في اكياس كتير، مش بس 2 او 3 او 4، لا اكياس كتير يا جماعة، اهم حاجة عشان ده هو اللي بيطلع معايا نتيجة حلوة. شايفين بقى الفسيخ شكله جميل ازاي، والشطة والزيت والكركم بدأ ان هو يشتغل معاه كده ومديله لون جميل جدا. دي الطريقة اللي انا بعمل بيها. انا كنت بقفل الكاميرا عشان ان انا اوريكم اللون على الطبيعة، بس طبعا الكاميرا كانت ضلمة، فان انا فتحتها تاني اللون بتاعه جميل جدا. لان الاضاءة كانت عكسة معايا اللون، مش جايبة اللون حلو. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الفسيخ حلو وجميل. الفسيخ ده بقى انا هسيبه كده ممكن يقعد معايا 25 يوم عشان افتح عليه، لان احنا عارفين دلوقتي ان احنا الجو برد. احنا في امشير دلوقتي والجو برد، واكيد طبعا هو بيغيب على ما يستوي، مش زي الصيف خالص. هو بيغيب على ما يستوي. ممكن في الصيف يقعد معاكي 15 يوم، لكن هنا هنزود كمان 10 ايام عشان نضمن ان هو يطلع كويس معانا ومستوي حلو، وما يبقاش ان هو لسه كان محتاج سوا. فاللي مكمل معايا لحد دلوقتي ياريت بقى يحط لي لايك كده عشان يدعم الفيديو ده، والكل يشوف الفكرة ويستفاد من الفيديو. واشوفكم على خير. دي الطريقة اللي انا بعمله بيها، ويا رب تكون طريقة ناجحة كده وجربوها وقولوا لي في التعليقات. انا بقرا التعليقات كلها يا جماعة. اللي يشوف اللي يعني يجرب الفكرة يكتب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هشوفها وارد عليكم برضو. واللي محتاج اي حاجة او مثلا عنده اي اكلة او اي حاجة عايز ان هو ان انا اعملها له ويشوف الطريقة، ياريت يكتب